اقف معايا اللحظة وتخيل إنك بقالك سنين بتعمل نفس الحركة كل يوم، وفي الآخر تكتشف إنها ما اتحسبتش. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في راجل كان بيصلي 60 سنة ومفيش ركعة واحدة اتكتبت له. السر مش في انت بتعمل ايه، السر في قلبك فين وانت بتعمله. في فرق بين انك بتأدي فرض كأنه حمل على كتافك، وبين انك بتكلم ربنا علشان حياتك تنور. لو صلاتك مجرد رقم في جدول يومك فانت فايتك كتير. السؤال مش بتصلي كام ركعة، السؤال صلاتك فيها خشوع ولا خلص واجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الراعي، ودي حلقة جديدة من قناة خط، القناة اللي بنمشي فيها على الخط الرفيع بين الحقيقة والغموض. والنهاردة هنمشي ورا الحكاية من أولها. ليه بنسجد؟ وإيه اللي بيحصل في الروح لما بنقول الله أكبر؟ في خط بين اللي ظاهر قدامنا واللي مستخبي جوه التفاصيل، من الحركة اللي بنعملها كل يوم والمعنى اللي يمكن موقفناش عنده. حلقة النهاردة عن عبادة بنكررها 5 مرات يوميا، لكن يمكن مسألناش نفسنا هي مجرد فرض بنأديه ولا لقاء متجدد بيتعاد كل يوم. الصلاة هي عمود الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. يعني لو العمود وقع البناء كله يهتز. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أول سؤال، أول حساب، أول ميزان. عندك 5 صلوات يوميا فرض عين: الفجر ركعتين من طلوع الفجر الصادق لحد الشروق، الظهر 4 من الزوال لحد دخول العصر، العصر 4 كمان لحد الغروب. أما المغرب 3 من الغروب لحد دخول العشاء، والعشاء 4 وبيمتد وقتها لمنتصف الليل تقريبا. 17 ركعة مش رقم بيتعدى بسرعة، دي 17 فرصة يوميا إنك تبدأ من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بحاجة بسيطة عشان توصل الصورة: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني مهما اتسخ يومك في محطة تطهير مستنياك. لكن الصلاة مش حركات وبس، هي قرآن. الفاتحة ركن أساسي لا تصح الصلاة بدونها، وبعدها ما تيسر من كلام الله، كل حرف بتقرأه محسوب. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. يعني كل ركعة فيها نور، وكل سجدة فيها قرب. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. تخيل أقرب لحظة بينك وبين ربك وانت في أضعف هيئة، وانت ساجد. وبعد الفريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على السنن والرواتب: ركعتين قبل الفجر، وقال: إنهم خير من الدنيا وما فيها. 4 قبل الظهر وركعتين بعده، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلته 12 ركعة تضرعا بنى الله له بيتا في الجنة. والنوافل مش رفاهية، لأن يوم القيامة لو حصل نقص في الفريضة يقال: انظروا هل لعبدي من تطوع. يعني برحمة ربنا لو في فرض نسيته ممكن النوافل تقضيه. تعال بقى خد الكبيرة، قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قيام الليل ليه إحساس مختلف. الدنيا ساكتة، الناس نايمة، والإنسان واقف لوحده كأن الكون كله اتصفى وبقى هو وربه. ومع القيام القرآن بيبقى أقرب. ربنا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. العبادة مش منفصلة، الصلاة والقرآن والصيام خيوط في نفس النسيج. لما يدخل رمضان الصورة تكمل بشكل أعمق. التراويح مش مجرد صلاة زيادة،
دي قيام رمضان، قيام جماعي، صوت قرآن واحد وصف واحد وقلوب كتير واقفة في اتجاه واحد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ليالي قليلة ثم توقف وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم، كأنه كان شايل هم أمته حتى في الخير. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد وقال: نعم البدعة هذه. ومن ساعتها بقت التراويح مشهد رمضاني ثابت في كل بلد. عدد ركعاتها فيه سعة، في اللي بيصلي 8 وفي اللي بيصلي 20. وطبعا ما تنساش توتر بعدها. المقصد مش العد، المقصد الوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود الصغائر مع اجتناب الكبائر والتوبة منها. وقال أيضا: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني ليلة كاملة مكتوبة لك بس لأنك كملت. وفي العشر الأواخر كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، لأنه رحمة الله وسلامه عليه عارف إن في ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة واحدة أثقل من عمر طويل. لو بصيت للصورة كاملة هتلاقي فرائض تثبتك، سنن تجبرك، نوافل ترفعك، وقرآن ينورك، وتراويح تجمع قلبك. الصلاة مش عبء، الصلاة إعادة ترتيب يومية لروحك. يمكن أنت بتصلي من سنين، لكن النهاردة تسأل نفسك: أنا بقف قدام ربنا ولا بصلي وخلاص؟ إحنا هنا في خط بنمشي بين اللي بنعمله والمعنى اللي يمكن مستني يتشاف. السؤال الحقيقي مش بتصلي كام ركعة، السؤال كام ركعة صليتهم بقلبك. ولو وصلت لحد هنا متنساش تدعمنا بلايك واشترك في القناة واستنى الخطوة الجاية.